يبقى كان الاولى بك ان تستمع الى منهج الله امرا ونهيا ولا لا؟ فاذا خدت نعم الله بقى وطغيت به وعصيته بها يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم ينتقم منك انتقام اولي في الدنيا. ليه؟ أم قال لك عشان سلامه حركه الحياه. لان لو الناس شافوا كل ظالم وكل متجبر كده وحياته مرت سليمه كل هيصبر. انما لما يقول لك شوف الطاغي فلان بقى حالته ايه، شوف انشل ومش عارف ايه، شوف ما افتقر وبقى حالته ايه، شوف مش عارف خربت، شوف البلد اللي كانت فيها فجور ومش عارف ايه عمالين يعملوا ايه ببعض، شوف القلب تقوم تبقى في عبره ايه حتى لمن لم يؤمن بيوم القيامه يبقى يخاف هذا ايه. اذا وجود انتقام من الظالم في الدنيا عشان تعتدل حركه الحياه في من لم يؤمن باليوم الاخر. نقول له طب بس شوف الظلمه، شفت ظالم ابدا مات بخير؟ يقول لك لا، كله قدامك كله قدامك. يبقى اذا وجود البلاء على قوم اخذوا نعمه الله ولم ياخذوا منهجه علشان سلامه منهج الايه؟ الحياه. فبيقول اذا بلغ الرسول والناس ما سمعوش البلاء مع انهم واخدين نعمه ربنا وبيربعوا فيه وبيتمتعوا بها وبعدين يعصوه، يبقى لازم ربنا يبين فيهم ايه؟ بيان. هذا البيان نعمل ايه؟ نفسد عليهم الحياه ونخلي النعمه اللي شافوها دي ايه؟ خراب ودمار عليهم. وانت اذا استقرأت البلاد وجدت هذه ظاهره موجوده في كل ايه؟ في كل مكان، ويمكن تستطيع ان تعزو الاحداث التي نمر بها الان في بعض البلاد الى ما سبق ان فعلته بالنسبه لمنهج مين؟ بالنسبه لمنهج الله. ويصدق الله في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قريه كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ وهيجي برضه في الصورة دي وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اوعى تعرف ان قريه تصغى كده وتعمل اللي ما يعمل وبعدين ربنا ايه؟ يسيبها، والا كانت اسوه سيئه لافساد حركه الايه؟ لافساد حركه الايه؟ حركه الحياه.